بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا بيكم في قناة البطل الروماني، ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. إنجيل يوحنا عدد 16-20. ماري جرجس سريع الندى جاي برسالة يطمنك ويفرحك، بيقولك اطمن، ربك هيفتح ليك أبواب الفرح، هيديلك بدايات جديدة، هيقدر على كل مستحيل في حياتك، وهيعوضك عن كل السنين اللي أكلها الجراد. ما تقلقش، ده انت في ايد ربنا، واللي في ايد ربنا أبدا ما يضيع. سيبها عليه وما تفكرش ولا تشيل الهم، ده كتر الأفكار هتتعبك وهتنزع كل سلام من جواك. وقف تفكير وردد وقول أوام: يا رب يسوع المسيح نجيني من كل فكر، يا رب يسوع المسيح نجيني من كل حزن رديء ووجع قلب، واملأ قلبي بالسلام، واجعل يا رب كمان أفكاري سلام. أوام هتلاقي ربنا سندك، هتلاقي أوام المشكلة اتحلت من غير تفكير منك ولا تدبير، لكن علشان سبتها عليه وحطيتها في ايديه، هو ما عندوش صعب وما عندوش مستحيل. حزنك أوام هيحوله لفرح، زي الآية ما بتقول: ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. أيوة، صدق، كل وحش في حياتك، كل مر، كل مستحيل هيتدخل فيه، هيحلي أيامك، هيقدر على المستحيل اللي في حياتك، وهيسهل دنيتك، مش هيسيبك أبدا ولا هيتخلى عنك. اطمن، هيظلل عليك وهيحميك وهيسترك، زي الآية ما بتقول في مزمور 32: أنت ستر لي. هو أنت فاكر كلمة ستر دي قليلة؟ طب أنت عارف يعني إيه ستر وجمال الستر؟ أقولك، الستر ده أشكال والوان، أولهم ستر البركة، يعني ربنا يخلي أي قليل معاك مهما كان يكفيك ويغنيك ويرضيك كمان ويفيد وما يحوجكش لأي حد. وكمان في ستر تاني، ستر الغفران. أيوة، زي ما انت سامع كده، وده إن ربنا بيلمس القلب ويهديه للتوبة ويسامح ويغفر على الأخطاء الكتير، ويرمي الغلطات في بحر النسيان، ويكفي ولاده شر الفضيحة ويحافظ عليهم ويسترهم. وفي ستر تاني بقى، إن ربنا يحميك من كل تعب أو مرض، ولو في يوم سمح بمرض يوفقك في طبيب أمين وعلاجه يكون ناجح من غير لف ولا تدوير ولا بهدلة ولا تتحوج كمان لحد. وفي ستر تاني كمان، ستر من الذل، من الحزن، من الاكتئاب، وده بقى إن ربنا يبقى سندك وإنت في أصعب أوقاتك وظروفك والحزن حواليك من كل ناحية، بيبقى راسم على وشك أجمل ابتسامة، وبيبقى مالي قلبك بالثقة والإيمان بيه، وإنك هتعدي وهتخرج من الأزمة، وتلاقيه خرجك من كل أزمة ومحنة، وتبقى شاكر وتعدي الوجع والألم والحزن بسندته، وانت مرفوع الراس وواقف على رجليك ومليان تعزية. وفي ستر تاني، ستر الحوجة إلى الأبد، تلاقي الحال عندك على القد، بس ربنا مكفيك ويرضيك ويبارك ويكتر كمان ما بين إيديك. أما الستر ده بقى ممكن تكون أول مرة تسمعه، بس انت من جواك عارفه، هو ستر الأسر والبيوت ورباية الأولاد. والستر ده هو عبارة
على إن ربنا بيرزق بشريك حياة من إيده هو، مليان بربنا، شبعان، أو حتى صاحب وصديق وفي يقف في ظهرك ويشيل معاك حاجات كتير. أما رباية الأولاد بقى، تلاقي ربنا ريح قلبك على أولادك، تلاقيه بارك في كل حاجة تخصهم، أخلاقهم، تعليمهم، دبر مستقبلهم، وكمان بيوتهم تلاقيه بارك فيها. وفي بقى ستر الحلول، يعني منين تيجي أي مشكلة أو أي أمر معقد ومكعبل، ربنا يبعت الحل أوام ويريح بالك وتنام وانت مرتاح البال. فأحسن طلبة تطلبها من ربنا هو إنك تطلب منه باستمرار وتقوله: يا رب، يا مخلصنا الصالح، يا إله الستر، أبويا الحنون، أبو كل رحمة ورأفة، استرني ولا تحوجني. فعلا مفيش أحن من قلب يسوع، مفيش زي حبه، دايما عايز يفرح أولاده، دايما عايز يعيشهم مبسوطين ومرتاحين البال. علشان كده سيبله كل أمورك وأحوالك، وتأكد إنه هيدبرها وهيسندك وهيفرحك وهيسترك كمان، وحياتك مش هتفضل كده زي ما انت شايف، مش هتفضل بايظة ولا متلخبطة، ولا هتفضل انت كمان متخبط من كل حاجة تقابلك. ده ربنا شايل ليك تعويض حلو قوي، شايل ليك أفراح كتير، شايل ليك خير ملوش زي. وقريب هيجي يوم هيفرحك فيه ويرضيك بأكتر بكتير من اللي انت عايزه واللي حتى حلمت بيه. اطمن وخليك واثق فيه وسيبها عليه وما تشيلش هم، وتأكد إنه هيفرحك قريب. وهيجي الوقت اللي هتقول فيه وانت شاكره ورافع ايدك ليه وعينك عليه: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. مزمور 118. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم ويملى حياتكم بالبركة والأفراح بشفاعة أم النور وبشفاعة حبايبها الكتار من الشهداء والقديسين وكل جيوش السمائيين، وبشفاعة سريع الاستجابة مرجرجس الروماني الجدع قوي أبو دم حامي، اللي أبدا ما بيتأخر عن كل اللي يندى عليه ويستنجد بيه ويقوله: تعالى الحقني يا مرجرجس، إلا ويجي أوام أبو حربة وينجيه. قناة البطل الروماني.